السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم أيها الأحبة الكرام. أول سؤال الأول، انطينا الورقة هاي. يلا نيجي نحل السؤال الأول. علاوي تعال حل السؤال الأول ألف. يلا شوية بسرعة حتى نخلص. اكتب بالصورة العكسية. ايه 61 في الحل. تمام الحل هذا 61 في 10. ايه نحسب الأصفار اللي هن 6 أصفار أس نخليهن أس. تمام. أس 6. النقطة الثانية ايه خلي 2. تمام هاي واحدة. تمام. يلا النقطة الثانية 5 في 10 أس 6. أس 6 شو يعني تصير؟ 5 ننزلها. تمام والصفارة 6 ذن بالضبط. الأس تسويه على شكل صفارة. على شكل صفارة. تمام. هذا خلص الفرع ألف. نجي للفرع باء. شو يقول فرع باء؟ استعمل خصائص العمليات وحل الأسئلة اللي هي الإبدال والتجميع. اكتب الأولى، اكتبها بصفحة ايه. 1. شو تسوي لها هاي؟ اكتبها كتابة. اكتبها إبدال. اكتبها وبعدين حلها. إبدال. ايه اكتبها. هي أساسا هي المسألة. اكتبها. اكتبها هنا فوق هنا بصفحة ايه حتى ما تاخذ عندنا. 6 زائد 4 يساوي 4. تمام. زائد 6 والناتج يساوي 4 و6 7 8 9 10. هاي عملية الإبدال. تمام. النقطة الأخرى النقطة الثانية نصل يصير شيء هنا. اكتب 2 هنا اكتب 2 وخلي دائرة. تمام وحلها. الثانية 3 في 7 هم إبدال. كذلك 3 في 7 يساوي 7 في 3 ويساوي 21. تمام. ايه هاي 21. تمام. هسه هذا انتهى السؤال الأول. لو بعد نقطة عندك النقطة الثالثة. النقطة الثالثة العفو شوية. النقطة الثالثة تجميع. النقطة الثالثة شو تسوي لها؟ توزيع. مو توزيع مو تجميع. بين قوسين 2 في الاثنين خارج القوس. شو تسوي لها؟ يلا 2 راح تحل مباشرة انت. زائد تمام 2 في 5. تمام. 2 في 4 8 زائد 2 في 5 10 8 زائد 10 18. تمام 18. كلش تمام. انتهى السؤال الأول. جاوب عن السؤال الثاني. السؤال الثاني شو يقول؟ استعمل ترتيب العمليات ثم أوجد الناتج. أول وحدة اكتبها لي هنا حتى لو فوقيه حتى نستغل الوقت. هذا شنو؟ 1 هذا سالب. هذا مطلق ايه. حط رقم 1 وخل دائرة حتى تعرف المسألة الأولى. ايه 64 هذا مطلق 64. تقسيم سالب 8 مطلق 8 زائد 10 في 2. تمام. حلها. هسه راح تخلص من المطلق. 64. حاول تصغر كتابتك حتى تاخذ 64 تقسيم 8 خلصت من المطلق. تمام. زائد 10 في 2. 64 تقسيم 8. هسه نخلص من القسمة. أقرب اليسار. 64 تقسيم 8 بها 8 زائد 10 ضرب في 2. تمام. هسه صار عندك جمع وضرب. يا تخلص من عندك. نخلص من الضرب. تمام. 8 تنزلها زائد 10 في 2 20 يساوي 28. تمام. هاي أول معادلة. الثانية اكتبها هنا. اكتب هنا 2 خلها دائرة. تمام. هاي السؤال الثاني. السؤال الثاني اكتبها -3
مضروبة في 2 زائد 2 مضروبة مطلق سالب 5. مو 5 ضم. تقسيم 5. هاي سالب؟ اي سالب. سالب 3 في 2. هسه نخلص من المطلق. أول شيء تخلص من المطلق مو؟ نزلهن. ناقص سالب 3 في 2 زائد 2 في 5. تمام. تقسيم 5. هسه صار عندك ضرب جميع ضروب وتقسيم. نخلص ياهل من على اليسار. سالب 3 في موجب. سالب في الموجب. نزل سالب. سالب. ونجمع ونضرب. 3 في 2 6. يلا. سالب 6. سالب 6 زائد 2. يلا كمل. 2 في 5. تمام كمل نزل. حتى يصير ترتيب عمليات تعرف شلون نحل. تمام. هسه صار عندنا زائد وضرب وتقسيم. ياهل ابدي بيها من اليسار ابدي طبعا حسب الترتيب. خلص من الضرب. انزل هاي سالب 6 زائد تنزل 2 في 5. 2 في 5 10. تقسيم 5. تمام. صار عندنا زائد وتقسيم. ياهل خلص من عندنا التقسيم لان الاولويه للتقسيم بعد الضرب. زائد 10 تقسيم 5 2. تمام. صار عندك جمع. سالب 6 زائد 2 يساوي اكتب. نزل السالب وتطرح. 6 يروح 2 5 4. تمام. هذا انتهت المعادلة الثانية يعني فرع أليف خلص مو. نجي الفرع باء. يلا فرع باء. شو يقول لك فرع باء؟ هاي اكتب العبارة الجبرية الآتية. العبارة الجبرية الآتية اكتبها هنا إذا تقدر تكتبها. شو يقول لك؟ أكثر من ال ب13. دائما اللي يجي بعد ال وين نخليه؟ بالبداية. اللي يجي بعد المن العفو. بعد المن بالبداية. اللي يجي بعد المن دائما يصير بالبداية. وأكثر تعني زائد ب13 13 يعني. 13. تمام. هاي أول واحدة. هاي الثانية بين قوسين ام 4. تمام. مقسوم على. دائما اللي يجي بعد العلى يصير بالنهاية. تقسيم واي. تمام كلش تمام. هاي 5 أس 3 يعني ويجي بعد فيها بالنهاية. بالنهاية أو 5 أس 3. 5 أس 3 تمام. مضروب في هذا القوس ناقص 4. تمام. هذا انتهى السؤال الثاني. نجي للسؤال الثالث. يلا. أليف. يلا السؤال الثالث أليف. أوجد قيمة العبارة الجبرية. أوجد قيمة يعني العبارات الجبرية. يلا حلي. أول وحدة 16. ليش هذا احنا سجلنا؟ انت دنيا تسجل هنا صارت عندنا خربطة. يلا 16. اكتب الحل. اكتبها يساوي 160. هاي معادلات الضرب. حلها هناك. يساوي 4. كي تساوي 160. شلون 160 ضم 160 تقسيم 4 بحيث أن جميع معادلات الضرب تتحول إلى قسمة. 160 تقسيم 4 16 كم 4؟ 4 بها 4 والصفر ينزل يساوي 40. كي طلعت ايش قد عندنا؟ 40. لو اريد اتاكد من حلي اجيب ال 40 اخليها هنا اعوضها مكان الكي ويصير 4 في 40 يطلع 160 يساوي الطرف الثاني. اذا حلي صحيح. نجي للسؤال الرابع. السؤال الرابع شو يقول؟ السؤال الرابع أليف. أليف شو يقول أليف؟ أوجد ناتج ما يأتي. أول وحدة شوف هاي أول وحدة
راح اكتبها لك وانت تحلها. اول وحده شو يساوي؟ 36. اول وحده 36 ناقص ان يساوي 28. هاك هاي شو يسمونها؟ معادلات الطرح. والمتغير بالنهايه يساوي ان تساوي 36. تمام 36 يعني راح تبقى طرح. تمام ناقص 28 وتطرح 6 يروح 8 يصير ما يصير. تاخذ واحد اخذ هاي تبقى 2 وهاي تصير 16 يروح 8 نكتب يساوي 8 و2 يروح 2 صفر. هو 8. يعني ان طلعت عندك 8. لو تتاكد من حلك تجيب الثمانية تعوضها مكان الان فيصير 36 ناقص 8 يطلع عندك 28 يساوي الطرف الثاني. اذا حلك غلط، اذا طلع خطا لازم تبدل حلك. هذا النقطة الأولى. نجي للنقطة الثانية. النقطة الثانية اللي هي اكس تقسيم 7 شو يساوي؟ يساوي 12. هاك حلها هنا هاي هيجي. يلا حل. اكس تساوي 12 تقسيم في عبالي هاي تقسيم والمتغير بالبداية تنقلب إلى ضرب. 12 في 7 تضربها ضرب يمك هي تضربها باينة بالصورة. هنا 7 في 2 14 4 1 هنا 7 في 1 7 1 8 ويطلع 84 يساوي 84. هذا لو تتأكد من حلك صحيح تجيب ال 84 تخليها بمكان الاكس تعوضها مكان الاكس. ال 84 تقسم على 7 يطلع عندك 12 يساوي الطرف الثاني. اذا حلك يطلع صحيح. هذا خلصنا من النقطة الثانية فرع أليف السؤال الرابع. نجي للنقطة الثالثة. النقطة الثالثة هاي النقطة الثالثة فرع أليف السؤال الرابع. شو تقول؟ مطلق سالب 3 مضروب بأم شو يساوي؟ 39. هاك حلها. نخلص أول شيء نخلص من المطلق. 3 في أم يساوي 39. أم تساوي هنا الضرب يتحول إلى قسمة 39. كل الضرب يتحول إلى قسمة 39 تقسيم 3 ويساوي 9. لا 39 تقسيم 3 9 كم بيها 3؟ اللي 3 شوف تقول الثلاثة كم 3 بيها 1 والتسعة بيها 3 13 يساوي 13 يساوي 13. هاي لو تتأكد من عندها الأم يساوي 13 تعوض مكان الأم 13 لو تضرب 3 في 13 يطلع عندك 39 يساوي الطرف الثاني. إذا حلك صحيح. انتهينا من السؤال الرابع فرع أليف. نجي للسؤال الرابع فرع باء وهي معادلة. السؤال الرابع واضحة هنا بالتصوير واضح. السؤال الرابع هذا باء. المعادلة هي القوس 16 ناقص 14 مضروبة في 6 زائد 4 القوس تكعيب ناقص 50. تحلها؟ هاك هاي شيء توزيع؟ توزيع مو توزيع هو ترتيب عمليات حل معادلة. شلون تحلها؟ 16 اقواس ما طول عندك اقواس خلص من الاقواس. ليش تخلي انت خلص من الاقواس؟ عبالك ماكو شيء مطلق. ماكو 4 زائد 6 6 زائد 4 6 زائد 4 10 0 1 0 1 هنا 1 1 2 1 3 30 ضرب خلص منها 6 زائد 4 10 10 أس 3 اكتبها 10
أس 3 لأن تكعيب. التكعيب على القوس كله. ناقص 10 أس 3 ناقص 50. هسه بالمرحلة الثانية بالمرة الثانية تخلص من التكعيب. نزل 30 في 10 في 30. 10 في 10 في 10 في 10 في 10 20. 10 شو القصة؟ ضرب 10 أس 3 3000. 10 أس 3 10 في 10 في 10 10 في 10 ألف. لا 10 في 10 100. في 10 في 10 ألف. ألف ناقص 50. هاي كمل. عندك ضرب وعندك ناقص. خلص من الضرب. 30 في ألف. نزل كم صفر؟ 1 2 3 4. 4 أصفار. 4 و3. 3 يعني صار عندك 30,000 ناقص 50. اطرح. صفر يساوي صفر يروح صفر من هناك صفر من الآحاد. صفر يروح 5 ما يصير. تاخذ 1 شوف. هذا مو صفر يروح صفر. هذا صفر طلع. هاي خلصنا من عنده. صفر يروح 5 ما يصير. فراح اخذ 1 لهنا. هاي راح تصير 10 واخذ من عندها 1 تبقى 9. وهاي صارت 10 واخذ 1 من عندها يصير 9 لهنا. هاي صارت 10 وهاي بقت 9. وهاي بقت 2. هسه ايش عندي؟ احنا قلنا صفر يروح صفر. هاي 10 يروح 5. اللي ايش بقى هنا؟ 9 يروح 5. 9 ماكو. تنزل 9 وهاي 9 هم 9 وهاي 2. الناتج طلع عندنا هذا 30,000 طلع عندنا 29,950. وانتهت هاي المسألة. وصلنا للسؤال الخامس. أليف شو يقول؟ حل المعادلة. معادلتين عندنا. هاي المعادلة الأولى راح أكتبها لك حتى تحلها. إنه عندنا 81 تقسيم واي يساوي -9 تحت المطلق. هاك حلي. 81 تقسيم واي. واي تقسيم واي. خلص من المطلق يساوي 9. واي تساوي هاي راح تبقى راح العفو. هاي شطحة. هاي راح تبقى قسمة مو لأنه المتغير بالنهاية. معادلات قسمة والمتغير بالنهاية تبقى قسمة. 81 تقسيم 9 يساوي 9. وهاي 81 تقسيم 9 يساوي 9. إذن الواي طلع عندنا يساوي 9. لو أريد أتأكد من حلي أجيب التسعة أوضها مكان الواي. 81 تقسيم 9 يساوي 9 يساوي الطرف الثاني. إذن حلي صحيح. النقطة الثانية اللي هي هاي المعادلة. شوف راح أكتبها إلك 8 ناقص 9 القوس 6 ضرب القوس الثاني 7 زائد 3 الكل تربيع ناقص 40. هاي حلها. يا الله شو المسألة؟ أول شيء خلص من القواس. 8 ناقص 9 سالب 1 يطلع عندك سالب 1. تمام. في هاي تجمعها 7 زائد 3 10. 10 أس 2. تمام. ناقص 40. تمام. سالب 1 نزله. سالب 1 نزله. نزله حتى تخلص من التربيع. في 10 أس 2. 10 في 10 100. تمام. هاي الأسس. ناقص 40. يلا هسه صار عندك ضرب وعندك طرح. يا تاخذه الضرب لأنه من اليسار هو الأولوية للضرب. في 100 يصير سالب 100. تمام. سالب 100 في سالب ناقص 40. وراحت تطلع الإشارة عندك شنو يساوي هنا؟ خليه سالبة تطلع سالب وتجمعهم. 0 زائد 0 0 0 زائد 4
4 0 زائد 4 4 1 ينزل والناتج 140 بالسالب. طبعا هذا الفرع أليف خلص. نيجي الفرع باء. النقطة الأولى شو يقول؟ أوجد الجذور التربيعية والتكعيبية. عندنا أول واحد عندنا أول واحد شنو هو؟ سالب الجذر التكعيبي سالب 8. هاي شلون تحله؟ أحلله؟ أنت شوف لازم تحلله. لأنه إذا ما تعرفه لازم تحلله. 8 على 8 على من يقبل؟ على 8 على من يقبل على 2 على 2. ايش قد بيها؟ 4 على 2 بيها 2 على 2 بيها 1. تكعيبي هو تكعيبي ناخذ واحدة 2 ويساوي 2. شنو الخطأ اللي عندك هسه؟ شنو الخطأ اللي عندك؟ انتبه. 4 شنو الخطأ اللي عندك؟ سالب 2. أول ما تحط يساوي سالب 2 ما طوله هو جذر تكعيبي الإشارة تبقى سالب هنا تبقى سالب. الجذر الثاني 125 جذر تكعيبي لل 125. هذا ال 125 ايش راح تحلله؟ 125 على من يقبل؟ على 5. ايش قد بيها؟ ال 12 بيها 2 في 5 10 ويزود 2 يروح على 5 يصير 25. كم 5 بيها؟ 5 على 5 بيها 5 على 5 بيها 1 والناتج راح يكون 5. الجذر التكعيبي طبعا التكعيبي هذا. هاي خلصت. الأخرى عندنا 1000 ما يبين هنا عندي لازم نحلها ورقة ثانية. هذا عندنا المسألة الأخرى اللي هي النقطة 3 الجذر التربيعي للعدد 1296. هذا تسوي له هنا تحليل 1296 على من يقبل؟ على 2. بما أنه أحاد زوجي يقبل على 2. يلا شوف إياه بس شوية بسرعة لأن الوقت أخذنا. على 2 الواحد كم بيه 2 ما بيه. 12 كم بيه 2 بيه 6. تمام مزغر كتابتك شوية. التسعة كم بيها 2 بيها 4 في 2 8 يبقى 1 يروح على 6 يصير 16. كم بيها 2 7 8 على 2. الستة بيها 3 الأربعة بيها 2 الثمانية بيها 4 على 2 الثلاثة بيها 1 ويبقى 1 يروح لل2 يصير 12. كم 2 بيها 6 والأربعة بيها 2 ويقبل على 2 ال 16 بيها 8 والاثنين بيها 1 بعد ما يقبل على 2 لأن هذا مو زوجي بس تقبل على 3. 1 زائد 8 9 من مضاعفات 3 يقبل على 3. 81 كم 3 الثمانية كم 3 بيها 2 في 3 6 يزود 2 يروح للواحد يصير 21. كم 3 بيها 7 على 3 يعني تجمعهم 7 و2 9 من مضاعفات 3 يقبل على 3. 2 كم 27 كم بيها 9 وال9 على 3 بيها 3 وعلى 3 بيها 1. أخذ من كل اثنين من كل اثنين أخذ 1 من كل اثنين أخذ 1 من كل اثنين أخذ 1 2 هاي 2 3 هاي 3 تضربهن بيناتهن 3 في 3 9 9 في 2 9 في 2 18 في 2 18 في 2 36 ويساوي 36. عندنا السؤال السادس وصلنا قارن بين الأعداد النسبية. منطينا هاي الأعداد النسبية طبعا ما يصير أقارن والمقامات مختلفة فراح أكتبها أني 1 على 3 هاي الأولى طبعا 1 على 3 وهاي 3 على 6. ما يصير أقارن ومقاماتهن مختلفة لازم أوحد مقامات. شوفوا بما أنه 1 هذا من مضاعفات هذا
الستة من مضاعفات الثلاثة وهو الأكبر، يعني بيناتهم عامل مشترك. إذا راح آخذ المقام 6، راح آخذ المقام الجديد 6. وهذا هنا 6. المقام الجديد راح أقسمه على المقام القديم. 6 تقسيم 3 2. 2 في 1 2. 6 تقسيم 6 1. 1 في 3. طبعا هذا المربع وحدت المقامات وياه الأكبر طلع هسه. هذا 3 على 6 وهذا 2 على 6. إذا هذا أكبر هذا أكبر. هاي أول نقطة. النقطة الثانية اللي هي 8 على 8 2 8 على 12 على 4 على 6. بما أنه واحد من مضاعفات الثاني، يعني ال 12 من مضاعفات الستة بيناتنا عامل مشترك، يعني إذا راح أخذ المقام 12. 12 أخذ المقام الجديد، والمقام الجديد أقسمه على المقام القديم. 12 تقسيم 12 1. 1 في 8 8. 12 تقسيم 6 2. 2 في 4 8. والنتيجة راح تكون شنو؟ متعادلات، يعني متساويات. العفو. هذا انتهينا من الفرع أليف. اجينا للفرع باء. الفرع باء شو يقول؟ عبر عن الأعداد والكسور التالية بصيغة العدد النسبي. هذا أول بالصورة راح هنا بالأسئلة. أول وحدة شو نقول عليها؟ 9. بما أنه هاي شوف، هذا الصفر يعتبر عدد صحيح. هاي الفارزة يعتبر خط كسر. خط كسر. هذا 9 وهذا ما هنا مرتبة واحدة، يعني على 10. 9 على 10. هذا أي عدد صحيح هو مقامه 1. 5 على 1. هذا عدد صحيح. شوف الفارزة مجرد بالضبط 28 على 10. لقينا ورا الفارزة بالضبط 28 على الورا الفارزة شنو؟ مرتبة واحدة، يعني على 10. هاي الطريقة السريعة، الطريقة السهلة. هاي نخلص من العدد الصحيح. 5 في 7 35 و2 37 على 5. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح. في أمان الله.